ومرة ثانية رجعنا لكل حضراتكم وبجدد التحية ليكم ولضيفتنا الكريمة دكتورة لميس جابر منورانا يا دكتور. الله يخليك. وكنا قبل الفاصل بنتكلم مع حضرتك على ان الكلام في التعديلات الدستورية حضرتك كنت بتقولي ان هو ضرر للطرفين المسلمين والأقباط. اللي هي المادة الثانية. اقول لك على حاجة، اول دستور مصري اللي هو عمل بيه واصبحت بيه مصر دولة دستورية برلمانية كان دستور 23 اللي هو اتعمل سنة 23. نعم. وحكم بيه سعد زغلول في أول وزارة برلمانية في تاريخ مصر الحديث. كان في المادة الثانية دي موجودة. حصل إيه؟ لغاية الثورة ما تسمعيش على احتقان طائفي، ولا ما تسمعيش على اضطهاد للأقباط، وما تسمعيش على بالعكس ده كان في حتى توازن في الوزارات وبتاع حاجات كده. يعني كان بيبقى في عدد من الأقباط دايما في كل وزارة، والمسائل كانت ماشية زي الفل. وكان الحقيقة يعني ثورة 19 دي فيها أسس وشيوخ زعماء وطنية، يعني شيخ الوطنية وأسيس الوطنية كانوا. هو يمكن أنا برضو مش عاوزة أتكلم في النقطة دي كتير عشان ما يبقاش بنفتح يعني مجال لحديث. لا ما فيهاش حاجة، بس هو اللي حصل. بس ممكن البعض من الأقباط بيقول لك طب وليه ما يبقاش رئيس جمهورية مصر العربية قبطي؟ ما ينفعش، الأغلبية مسلمين. هو يعني إذا كانوا هم بيشتكوا دلوقتي إن لسه مش عارفين نصلح الكنيسة من غير إذن، أشطح مرة واحدة بالهداوة. المسألة مش حق. وبعدين أنا ألوم الأقباط إن هم متخاذلين جدا عن الإقحام نفسهم في الحياة السياسية. برضو في حالة خوف. في أقباط كتير هاجروا بره خوفا برضو من السلفيين. ما اقدرش ألومهم يعني لما يطلع في الثمانينات سلفيين ويقولوا كفرة ونصارى وصليبيين والكلام ده، ما خافوا. فعل ورد فعل. وبقى في دلوقتي على فكرة تطرف هنا وتطرف هنا، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. حاجة جميلة يعني. وده اللي حصل في الانتخابات اللي فاتت، ان دخل الدين فيها. الاثنين غلط برضو، المسألة مش كده. انما اللي يفرق عن المادة الثانية على رأيي، يعني الأستاذ جمال بنا قال جملة عجبتني جدا. بيقولوا له الشريعة الإسلامية والحكم، قال لهم الشريعة الإسلامية هي العدالة. سويسرا بتحكم بالشريعة الإسلامية، احنا لا. إذن القانون المدني الدستوري العادل اللي بيحافظ على حقوق الناس بالتساوي وحقوق الإنسان اللي بينادوا بيها دي. لا، وبالنسبة للديمقراطية النهاردة يعني كتير بقى اللي بدأوا يعملوا أبحاث ويدوروا، لو إن دول أوروبية كتير، دنمارك، السويد، أسبانيا، بتطبق أو في عندها ما هو بديل للمادة الثانية من الدستور، إن برضو الكتب ان هو ينتمي لطائفه معينه انجيليه او طائفه معينه تبع الكنيسه. هو غالبا كمان المقصود بالتشريع حاجه دستوري هو مش موجود في اوروبا بلاد الديمقراطيه، ومش الشريعه الاسلاميه الماده الثانيه دي ليس المقصود بها ان انا بحكم سياسيا او التمييز. لا، انا بحكم قضائيا. نعم تمام. يعني لما باجي اعدم حد بقول ولكم في الحياه قصاص اولي الالباب. نعم كويس. غالبا هيبقى التشريع المدني مش الدستوري، مالكش دعوه بيه. نعم. انما الخناق على الموضوع ده كلام، لان الدوله لا تطبق القانون ولكن بتبص مسيحي ومسلم ليهم وضع، مسيحي ومسيحي ليهم وضع، مسلم ومسلم ليهم. ده ما ينفعش. تمام. شيلي طيب بند الديانه ده من والبعض من اصحاب المصالح هم اللي عاوزين يشعلوا الموضوع اكتر. احنا عندنا نقط كتير عاوزين نتكلم مع حضرتك. هيشدونا لورا بقى. لا ان شاء الله باذن الله كده يبقى عندنا حلول بديله لتحقيق الوحده الوطنيه، بعيدا عن صوره الشيخ. انا على فكره مش عاجبني حكايه الوحده الوطنيه. الوطن مش منشق. تمام. يعني احنا عايزين نحقق الوحده المصريه. يعني المصريين يبقوا مصريين. يبقى مصري بالظبط. اتكلمنا مع حضرتك من شويه على ثوره 19 وعاوزين بقى نتكلم شويه عن ثوره 52. جميل. عشان نيجي بقى ل 25 يناير. بعد أكتر من 50 سنة من ثورة يوليو أنصف التاريخ، ومسلسل الملك فاروق أنصفه الملك فاروق وعيلته. فهل تعتقد يا دكتور أن من الممكن أن ينصف التاريخ في يوم ما عائلة الرئيس مبارك وهو شخصيا؟ أنا الحقيقة نفسي ما نغلطش نفس الغلطة اللي عملناها، وإلا نبقى يعني حاجة عجيبة بصراحة. إزاي نغلط نفس الغلطة؟ يعني انا هقول لك التاريخ بيعيد نفسه، معروفه. بيعيد نفسه في نفس الجيل. طب بعدها بشويه طب ايه غلطه بس الاول مثلا نوضح لبعض الناس. هقول لك انا لما مشي الملك فاروق
طلع نفس الالفاظ دلوقتي الطاغيه على فاروق. ولما تبصي على حياه فاروق تلاقيه غلبان ولا طاغيه ولا غيره. يعني هل الرئيس مبارك هيطلع غلبان ما ولا هوش طاغيه ولا طاغيه. غيره؟ طاغيه في ايه؟ يعني ايه طاغيه؟ هو كون انت يعني مفيش حد منزه عن امتد بالحكم الخطأ. مثلا. انا بقول على فكره اللي ممكن نسبية. البعض يقولوا حكم مصر 30 سنه وكان عاوز يورث الحكم لابنه. ده الاخطاء اللي في الاخر 10 سنين. ده طغيان او انما هذا ديكتاتوريه. الرجل يسب له. ده غير بقى الفساد اللي بيتكلموا عنه حاليا. ماشي، ده برضو اخر وزاره. انما هذا الرجل ملوش انجازات خالص. الصحفيين اللي بيلعلعوا وبيقولوا كلام غريب، متجوز مش عارفه ايه وفتيات مش كلام مقرف. انا ما بحبش اقوله، ما بحبش اكرره. مش مجاله. مش مجاله. طب. شيء سخيف. هذا الرجل لم يكن له انجازات خالص 30 سنه. نبقى احنا شعب عايزين ضرب الاحذيه. طب لو إيه احنا الفرق ما بين تحملنا الفساد؟ هذا الطريق من اول ما طلع هو كده في تخريب واحنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما هو مظبوط. لا ده احنا حاجه عيضه. شوف نفسنا احنا الاول بقى بنتكلم على غيرنا بقى. طب يا دكتور، ايه الفرق ما بين الفساد اللي كان موجود في عهد الملك فاروق والفساد اللي كان موجود في عهد الرئيس مبارك؟ الفساد اللي موجود دلوقتي اللي بيحققوا فيه انا ما اقدرش احكم عليه غير لما تطلع نتائج التحقيقات. واتمنى ان القضاء يعني كمؤشرات او كحياه احنا عشناها، مؤشرات شفناها في الحياه. بصراحه مش قادره احكم. بكلمك بجد. انما انا اقول لك انا ايه الفساد اللي كان موجود، انما اللي بيحصل فيه تحقيقات ده استنى لما القضاء يتكلم. الفساد من وجهه نظر دكتوره لميس كمواطنه مصريه قبل ما تكون صحفيه. هقول لك انا. ومقارنته بالفساد اللي كان موجود ايام الملكيه مثلا. الفساد ما كانش فيه فساد ايام الملكيه تقدر تقول عليه فساد سياسي. انما احنا كان عندنا فساد سياسي. كان في حريه راي ايام الملك. بالذات اخر وزاره وفديه اللي هي كانت اواخر سنه 49 اول سنه 50 دي. يعني كل المؤرخين بيتكلموا على حريه الصحافه. كانت يعني النحاس. انا عندي مجلد بتاع روزا اليوسف مرسوم فيه النحاس باشا رئيس الوزراء زعيم الامه تمينه على غلاف روزا اليوسف رقاصه وفؤاد باشا سراج الدين طبال وصادق مجلد بدليل انها عندي. كويس. كان في حريه راي فظيعه جدا. انا ازعم ان انا كتبت بحريه راي شديده جدا في ال10 سنين اللي فاتوا. تمام. كويس. حتى في بعض يعني الجرايد القوميه الحكوميه يعني ما تجيبيش سيره الداخليه، ما تجيبيش سيره عندك كتير محظورات. انما في المستقله لا، اتكلمي زي ما انت عايزه. واتكلمت زي ما انا عايزه. بس حضرتك قلتي ان انت لما جيتي تكتبي في الصحافه كان في او اتقال لك 1 2 3 4 ولحد 5 ممنوع سيرتهم تيجي. الجرايد الحكوميه. ايه هم بقى ال5 دول يا دكتور؟ لا 15. طب ايه هم ال15؟ يعني الرئيس والخارجيه والداخليه ومين تاني والله ما فاكره. ده بما ان حضرتك قلتي ان كان في حريه في اخر 10 سنين. لا بس مش، ما انا بقول لك في المستقله مش في الحكوميه. الحكوميه اصلا بتخاف من خيالها. يعني انا هقول لك على موقف. فاكره البنت اللي اسمها الاء ولاء مجاهد كتبت موضوع انشا. انتقدت فيه الحكم، انتقدت فيه مش عارف شتمت فيه رئيس امريكا حاجه كده. فمدرس ده بقى الملكي اللي اكتر من ملك دول اللي افسدوا بقى الحياه السياسيه. المدرس قال لك لا ده منشور مش موضوع انشا البنت كاتباه في امتحان. ازاي تشتم رئيس الدوله ولا تقول المفروض يعمل ولا المفروض يسيب البنت المفعوصه دي. قدموها يعني المدرس خد الورقه وراح لمدير المنطقه التعليميه. سقطوا البنت وحرموها من دخول الامتحان السنه اللي بعدها. كويس. ده مش طغيان؟ لا دي غباوه. اللي حصل ايه؟ ان انا كتبت في الجريده القوميه اللي انا كنت بكتب فيها الحكوميه يعني. كتبت يعني تخيلت. كتبتي بس معلش كتبتي ازاي من غير ما تمسي ال15 اللي لسه ما قلتلوناش عليهم هم ايه؟ انا هقول لحضرتك انا كتبت مقال تخيلي ما بين محقق وما بين البنت. فانا فاكره اول سؤال بيقول لها اسمك ايه؟ فبتقول له ولاء مجاهد. قال لها اعوذ بالله ابوكي مجاهد كمان؟ فبتقول له لا هو اسمه مجاهد ما اعرفش اذا كان مجاهد ولا لا. يعني بدات كده بتريقه بسخريه كالعاده. كويس. وانت يا بنتي هتجوعينا وبتشتمي امريكا. فبتقول يا فندم اجوعك ازاي اذا كنا احنا جعانين اساسا؟ اجوعك امتى يعني؟ المهم رئيس التحرير عمل ايه؟ في نفس نشر العدد صحيفه قوميه نشره وقال في ظهر الورقه انا بنشره عملا بحريه صحافه. مش تعرفوا اهو حريه صحافه
بس انا مختلف ودي البنت دي مش متربيه، دي لازم تغور في ده. في نفس العدد الخبر يقول ان الرئيس مبارك امر بان البنت دي تنجح وتكمل السنه. مفيش كلام فارغ من اللي عمله رئيس الاداره التعليميه. لو هتكتبي مسلسل، لا انت يا دكتور انت بتتوهيني يا دكتور، ايه برضو ال 15 حاجه؟ مش 15، انا كنت ببالغ يعني ابلغ اهم الحاجات اللي كان ممنوعه. الرئاسه. وكان الرئيس مبارك السيده سوزان مبارك ما تجيبيش سيره اي حاجه تخص الطفوله والامومه. نعم. يعني لو جيت تتريقي على حاجه او تسخري، لا بعيدي عن ده. جمال مبارك حتى لو مش في شخصها، حتى لو في مشروع يخص الامومه او الطفوله. ما بالك اكتر من طيب والرابعه؟ الداخليه طبعا. برضو ده في الصحف الحكومه. انا مره كتبت لقيتهم اتبحبحوا كده، قلت يا بنت الحقي قبل ما يقفلوا تاني. كانوا بيتكلموا على الضرب، تجاوزات بتاعت الشرطه يعني. فكتبت. صحيفه مستقله؟ لا حكوميه. قوميه. مش قوميه، هي قوميه تتبع القوم، هي ما كانتش قوميه تتبع القوميه، كانت حكوميه تتبع الحكومه. المهم فكتبت قلت ايه يعني، بوابه عندنا كان اتسرقت شقه، فاسهل حاجه بيعملوها ايه؟ بيمسكوا البواب بينزلوا ضرب فيه لغايه ما يبان له صاحب. ما طلعش هو، يبتدوا يحققوا بقى ويعملوا مباحث وبتاع كويس. فالراجل اتمسك واتضرب. فانا كتبت انه اتضرب قدام ابنه الصغير، وهي حقيقه ابنه اتاخد معاه. والراجل رجع بعد اسبوع خدوده ما شاء الله مورده بالتلطيش يعني. وفي الاخر اكتشفنا ان اللي سرق الشقه راجل نقاش كان بيشطب في الشقه. فايه اللي اتشال قدام ابنه دي؟ ليه يا اخوان؟ لا حرام دي بايخه قوي. قلت له على حقيقه لا مش قوي كده. طيب ماشي. وقال لك يعني شالوا كلمه الضرب ورجع خدوده مورده. قلت له، فانا كلمت رئيس التحرير قلت له يعني اكلوه استاكوزا في التخشيبه جاله حساسيه؟ ده المعنى يختلف تماما. يعني جاي مورد، طب ما تشيل يعني، مش شلت الضرب، شيل ان خدوده مورده عشان ابقى يعني مش كده ابقى شكل عبيط. لو النهارده وبعد ما بقاش في محظورات 5 واول حاجه محظوره عليكي شخصيه الرئيس نفسه وهتكتبي مسلسل عن الرئيس مبارك، ايه اللحظه الفارقه اللي ممكن تبقى يعني مستفزه جدا لحضرتك وتكون بدايه الاحداث؟ بصي هقول لك على حاجه، كل واحد له ما له وعليه ما عليه. هذا الرجل انا احترم فيه جدا انه كان محارب، ويمكن جيلكم انتوا ما يوعاش على حرب 73 لان هي اتهمشت في المناهج. بقت الضربه الجويه والمراكب دي والبتاع والعالم. لا. طب ايه رايك في تصريح الاستاذ هيكل اللي عاصر حرب اكتوبر وقال كمان في كتاباته مؤخرا ان الضربه الجويه اللي كان بيقودها كلام فارغ ملاش لازمه. مبارك كلام؟ ما انا كتبت له الحقيقه، قلت يعني كلام فارغ. كلام فارغ مش حاجه اسمها كده. كلام استاذ هيكل ولا طبعا كلام الاستاذ هيكل. يعني انا مش عارفه وقته دلوقتي، يعني اطلع انا بعد السنين دي كلها بعد 73 ب 40 سنه اقول الضربه الجويه ما كانش ليها لازم؟ انت ما قلتهاش قبل كده ليه؟ هو ايه الجدعنه في ان انا اضرب في الراجل بعد ما وقع يعني؟ ايه الشهامه؟ ايه الفروسيه في ده؟ ما تقول هو موجود. في حرب بتبقى ضربه جويه بس او مدفعيه بس او سلاح مهندسين بس او مشاة بس او دفاع جوي او في ايه يا جماعه؟ لازم العقل. اجي دلوقتي اقول انور السادات عمل قهوه لعبد الناصر. في نقطه طالعه جديده ان الرئيس مبارك البعض اعتبره مصلحي بتاع الاعلان. عارفه اعلان مشروب غازي انقذ مصلحي؟ ده كان مقالك في المصري اليوم. والناس النهارده ايوه بتتكلم في موضوع مش فاكره بس مصلحي، ان كل مشكله هيطلع وراها يا الرئيس السابق يا حرم الرئيس السابق. للاسف الشديد. وده على فكره مضر جدا لانه بيلهيكي عن العيوب اللي حاصله. يعني ده بيغطي على حاجات حقيقيه، على عيوب حقيقيه. يعني اي مذيعه فاشله معلش سوري يعني كان عندها قضيه رشوه ولا عندها بتاع دخلت السجن تقول عشان كانت سوزان مبارك بتغير من الفستان، دي نصيبه سودا والله. مين بقى اللي بينشر؟ المشكله مش في اللي بيقول، ما هو التخريف كتير. مين اللي بينشر لي ده في صحف؟ ده الحقيقه. انا ازعم ان ده اللي عمل فوضى في الشارع، اللي عمل فعلا اللي ما يعجبكيش بتروح ضربها على دماغه وهو ماشي. حضرتك قلتي ان الملك فاروق في المسلسل يعني انه كان ضحيه الملكه نازلي وبعض افراد الحاشيه.